ولادنا اكتر حد محتاج دلوقتي الحضن، الدفى، الحنان، الرعاية الكويسة، الاهتمام بصحتهم، الاهتمام بدراستهم، الاهتمام بهواياتهم. دول رأس مالك، حافظ عليهم. دول امانك في الدنيا وفي الاخرة. انتي اب وام، فكري بنفس طريقة زوجك. هتعملي كده هترتاحي على فكرة قوي. شوفي هو كان بيفكر ازاي، عايز ايه، بيعامل الولاد ازاي بيعمل لهم اسلوب ثواب وعقاب، ازاي بيعاقب وازاي بيحفز وازاي بيشجع، وامشي على نفس النهج بتاعه. شوفي كان بيعمل ايه في الاعياد، اعملي زيه. بينزل يجيب هدايا للولاد، بيفرحك، بيجيب بالونات، بيجيب طلبات البيت، بيجيب حاجات. يعني مثلا زوج الله يرحمه كان يجيب هدايا للولاد قبل يوم الوقفة او قبل الوقفة بيوم ويخبيها ويديها لهم يوم الوقفة بالليل او يوم العيد الصبح. في رمضان برضو يروح يجيب فوانيس ويجيب هدايا وشوكولاتة ويشيلها لهم ويديها لهم. هو كل لحظة كانت بتمر علينا كان بيفرحنا بيها. شوفي كان بيعمل ايه واعمليه. فرحي ولادك زي ما كان بيعمل بالظبط، وتقولي لولادك كده انا هعمل زي ما بابا كان بيعمل، يلا ساعدوني، يلا تعالوا نعمل كذا، يلا نعمل كذا. وطبعا انا عارفه ان 90% ويمكن 100% مننا ان كان زوجك بيساعدك وكان بيقف جنبك وبيساندك ورحيم بيكي، صح؟ وما بيهونش عليه زعلك، وبيخاف عليكي وانت مريضه وانت تعبانه وانت مرهقه. بيبقى هو اكتر حد فاهمك واكتر حد خايف عليكي واكتر حد شايل همك، اكتر كمان من اهلك. انا حاسه كده. يعني انا زوجي كان كده، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويحسن لوالديه اللي ربوه ربايه كويسه. جزاهم الله كل خير. يا ريت كل ام تعمل كده مع ابنها عشان يطلع حد كويس، واحنا كمان نعمل كده مع اولادنا عشان يطلعوا كويسين معانا ومع زوجاتهم. اعملي اللي يفرح ولادك، اللي يبسط عيالك، اللي يريحك معاهم. مفيش دعوه بحد. خلصي ايام عدتك وانطلقي، ودي العيال، فرحيهم، اعملي زي ما ابوهم كان بيعمل. مالكيش دعوه بكلام الناس. والله العظيم اتحبستي في اتحبستي في شقه، نزلتي طلعتي رحتي جيتي، هيتكلموا. فرحي عيالك،